زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، انهيار كوبري في محطة مياه في بني سويف اللي لسه معمول بقاله 34 يوم، وشركة المياه طلعت بيان وقالت ان المحطة دي لسه تحت التجربة، وانه لسه المقاول مسؤول عنها، وانها بتقدم دلوقتي تقرير فني للي حصل. تمام، الكلام جميل، وده معناه انه المقاول لسه هو مسؤول ان هو يصينها وغيره. بس الفكرة كلها بقى، اللي يخلي مقاول يعمل محطة مية حتى لو هي لسه تجربة او غيره، بعد 34 يوم الكوبري ينهار والمحطة يحصل فيها النوع ده من المشاكل، فده معناه اما المقاول ده ملوش في الشغلانة اصلا، او ان هو بيغش في الخامات. اللي بتمناه بس من الدولة ان احنا بنشوف النوع ده من المشاكل كتير، سواء بقى في كباري او اي انشاءات اللي بتعملها الحكومة، انه اي حاجة من الحاجات دي او المقاول اللي يخش مع الدولة علشان يعمل اي انشاءات تابعة للدولة، لانه ده مال الشعب، انه يتخذ ضده اجراءات صارمة. لما الواحد يكون عارف انه لما يخش يعمل حاجة للدولة وهيحاسب حساب عسير، وان ده ممكن ينهي كاريره اصلا، وقتها هيعمل كل حاجة بضمير، وقتها هيفكر مليون مرة قبل ما يحط طوبة في مشروع. اتمنى يكون في عقاب صارم للنوع ده من المقاولين، عشان دي فلوس الشعب احنا طافحين الدم فيها.